مكرونه بالبطاطس، يعني دي مكرونه بالبطاطس. مكرونه بالبطاطس يا مؤمن وتحفه بجد عظمه. مستحيل حد والله العظيم يقول انها فيها بطاطس نهائي. لا نهائي. من غير دقيق، من غير سمنه، من غير بشاميل، من غير كل الحاجات دي، مكرونه بشاميل وجامده. لو عملتوها تعتمدوها. نوريهم الطريقه. ايوه نوريهم الطريقه. يلا نوريها لكم بسرعه. يلا بسم الله. بسم الله. الكلام الكلام على اختراع. ايوه هو اختراع احنا مش مخترعينه اصلا، احنا شفناه بس احنا هنعمل له اضافات بسيطه وقلنا بقى ايه نجربه عشان الصراحه ان شاء الله يبقى جامد جدا جدي. وهندوق معاكم ونشوفه. خلاص بقى انا هنقعد نحكي لكم قصه حلوه. معانا كيسين مكرونه. هو بيحب الضرب، بموت في الشتيمه. كيسين مكرونه ملكه، لو ما جبتوش مكرونه ملكه ما تجيبوش. هتقول وارجوكم من شركه الملكه احنا جامدين بنعمل بيكم حاجه. تعالوا نعمل لكم اعلان. سيبوكوا منه اي نوع مكرونه انتوا عايزينه. اسلقوا يا جماعه الخير، والمكرونه بتتسلق. انت عادتيني. لا تصدر الشماتة في أخفيك يعافيه الله ويبتليك. ده أنا بقى لساني طليق أهو. معانا 3 حبات بطاطس هنسلقها. 3 إيه؟ حبات بطاطس. 3 حبات بطاطس؟ 3 حبات بطاطس. لا يعني أصل حبات دي جديدة. 3 بطاطسيات. عقبال ما البطاطس برضو تتسلق هنجهز الشاورما. احنا عندنا فلفل الوان مخزنينه عشان ما عندكوش هاتوا فريش يعني. وعلى فكره احنا نهدي الاكله دي لادهم والمامته الجميله اللي قابلتنا النهارده وقالت لازم تهدوا لي اكله النهارده. ويا ادهم اسمك عيب. عيب لما تقول لماما كدابه. عيب. عيب ده لو شفتك بص. احنا سيحنا الادم خلاص. نعمل الشاورما بقى. في معلقه زبده على النار هننزل ببصلتين. اول ما يدبل شويه ننزل بالفراخ. واول ما الفراخ تغير لون بالشكل ده نبدا ننزل بالتوابل: ملح، سنه بهارات فراخ، سنه بابريكا، فلفل اسود، ثوم باودر، بصل باودر، وشويه كركم صغيرين. واول ما الفراخ تبقى داخله على السوا هننزل بمعلقه صويا صوص. هننزل بالفلفل الالوان. فراخ ريحتها رائعه. طلعنا المعكرونه بعد ما اتسلقت. عملنا شاورما الفراخ هنحطهم بقى على بعض بقى وايه دي مهمه مؤمن. انت بتحب تقلب وتحب تعجن. انا احب اعمل اي حاجه طبخ. اكل. اي حاجه اكل انا احبها والله بجد. لو نجحت المكرونه دي هتبقى اقل مكرونه سعرات سهله ولذيذه تاخد يعني يا دوب سلق المكرونه تكوني عملتي الشاورما حط على بعض ارمي. هي الاضافه على فكره الشاورما الشيف الاوروبيه اللي عاملاها من غير شاورما مكرونه بس. بصوا الصراحه اكلها فخمه. هي لسه لما نشوف نكمل بس. بصي انا فيها مشكله في الاكل كده. عارفه انت يعني انا قبل ما اعمل الاكله انا بعرف هي هتطلع حلوه ولا وحشه ازاي. عارفه بقعد احس ايه نكهتها وريحتها والشكل والبطاطس بتليق مع مش عارف ايه فهيبقى طعمها كده فاهم. مش بعملها اللي هو انا شفت دي بعملها وخلاص. عيب عليكي تربيتك. بذرة شيف. ايه بذرة شيف دي؟ اسمها شيف. شيف كبير. شيف كبير من غير ضرب. والنبي ابوس ايدك انا بديكي بوسه. اديني بوسه. مامة ادهم اسمها ايه؟ نسيتي اسم مامة ادهم؟ عيب يعني الست قابلتنا مرتين وفي مرتين قالت لنا انا بحبكم جدا. جدا. اسمها نوران. المهم تعالوا نكمل الباقي. السر بقى الخطير فيها بطاطس اللي احنا سلقناها. هدوء. ندلق البطاطس في الكبه اللزوزه. والله العظيم انت شكلك عايز تتضرب. ليه بقى يا حبيبتي؟ ان شاء الله عليها كيلو لبن وانا بحب اللبن الجاموسي. الجاموسي قصدي. اهم حاجه بس تجيبوه من حد مضمون نضيف يعني. ما لسه الجبن دي جبنه ايه عشان الناس اللي بتقعد تقول لنا لا ازاي دي مش طبيعيه، لا دي دهون مهدرجه، لا ده انتوا بتقتلوا نفسكم. لا على فكره اصل في رودي مش طبيعيه. ايوه فانا ما بقول عشان يعني الناس بتقول كده. الناس عندها حق. بصوا دي ايه؟ رودس طبيعي اهو. طبيعي 100%. السؤال الاهم بقى هو انتوا ازاي من الفيديو اللي فات ما خليتوش رودس تيجي تعمل لنا اعلان؟ نعمل لها اعلان. في ايه؟ مستعجل ليه؟ اعلانات يا ماما. ربنا ييسر يا ماما. نعمل اعلانات كده لازم ايه. بصوا اللي في العلبه ده كده نعملوه كده عشان ده حرام. يلا بقى احنا هنقعد نحط في الجبنه سنه. بقول لك ايه كنت حطيتيها انت بقى يا ماما بقى. نحط عليها بقى معلقه. ما تخلينيش ابقى عامل زي ادهم. مين ادهم؟ ادهم اللي قال لمامته انت كدابه. هنحط معلقتين ملح يعني هنملحها على حسب ما احنا عايزين. لاحظوا الجبنه فيها ملح. نحط معلقه فلفل اسود. ربع معلقه من بهارات الدجاج. ربع كده. مكعب جبنه شيدر مبشور مجمد او ميكس جبن يعني. انتوا حطوا بصوا نغنغوها نديها خفقه تمام. بعد ما نديها خفقه بسيطه كده ندي ايه 2 ايجز. ندي خفقه
صب هنصب هذه الميكس ده. تحفه الصراحه، انا خايف. شكلها يوحي بالخير كده. ايوه شويه ميكس جبن بقى على الوش، على الفرن على طول. ممكن نحطها من تحت مثلا حوالي ربع ساعه كده، وبعدين تحت الشوايه. يعني ماما قصدها من تحت دي اللي هو مباشر فوق النار تحت. ايوه. بعد 10 دقايق طلعناها، وبعد كده فتحنا عليها الشوايه. انت مش هنصور الصوره الاول؟ انا مش قادر اعمل حاجه. ايه بقى الكلام ندوق. بصي اسمعي. انا عايزاك تصوري واحنا بنطلعها. اسمعي انا سامعه. اسمعي. شكلها جامد قوي جدا. شكلها مكرونه بشاميل، فاهمه؟ هي شكلها مكرونه بشاميل. احلى حاجه بقى ما فيهاش دقيق، ما فيهاش سمنه للبشاميل، يعني خفت سعراتها جدا. بقت مش دايت بس جامده. بس يعني تنفع دايت. يعني تنفع اللي هو ايه، هناخد منها. انا عايزه اخد شريحه بقى كده عشان اعرف دي اخبارها ايه. يا الله 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 الله. انت جبت الشوكه ليك وما جبتش الشوكه ليا؟ عليك يا اما، مش انا اللي جبت الشوكه اساسا. استنى بقى، عايزه ادوق، عايزه اعرف ايه الميكس ده. بسم الله. سخنه قوي يا مؤمن، ايه رايك فيها؟ هدوق تاني. انا بقول دوق تاني. هدوق تاني. جميله جدا جدا. هي روعه، بس مش مكرونه بشاميل. لا هي مش مكرونه بشاميل، بس هي روعه. بس هقول لك على حاجه، للناس اللي عايزه تاكل مكرونه بشاميل بسعرات قليله، دي تحفه. دي تحفه، ومحدش هيصدق ان فيها ايه مكوناتها، محدش هيصدق. بس هقول لك حاجه يا مؤمن، انا عجباني جدا. مكرونه ببطاطس. يعني دي مكرونه بالبطاطس. مكرونه بالبطاطس يا مؤمن، وتحفه بجد عظمه. مستحيل حد والله العظيم يقول انها فيها بطاطس نهائي. لا نهائي. بشاميل، مكرونه بالبشاميل، مكرونه انتوا عاملين بقى سمنه وزبده ودقيق وكل الكلام ده كله اختصارته في بطاطس. قصدها المترجم، قصدها بطاطسايه. بصوا اقول لكم، هي تحفه على فكره. هو استغل الاذان وخلص الطبق كله. ليه بقى؟ ليه خلصت الطبق كله؟ من غير دقيق، من غير سمنه، من غير بشاميل، من غير كل الحاجات دي، مكرونه بشاميل وجامده. لو عملتوها هتعتمدوها بصراحه. هتقدروا تعدلوا فيها تعديلات بسيطه جدا بحيث تبقى صحيه جدا. تحفه. عايزينكم تجربوها.